الحمد لله اللي كاين ما يدار، الحمد لله اللي كاين الناس اللي سبقوا في هذه البلاد اللي ما كانوش بهذا المنطق هذا، اللي بذلوا مجهود، اللي وقفوا، اللي صمدوا، اللي قاوموا. رحنا ماشي اليوم عاد غنبداو التاريخ، رحنا سلسله متضامنه. الناس اللي باغيين الخير للبلاد معروفين. واش غادي يخفاو عباد الله؟ غيتخلط هذا الشيء، ما يبقى يبان الصالح من الطالح. مفهوم اللي بغى لمصلحه البلاد، مفهوم اللي كيحن على الفقراء والمساكين، مفهوم اللي كيتاثر البيئه. هذاك راه باين من هذاك الشيء اللي عنده، ما عنده تقريبا والو الا كانت شي حاجه بدراع بعرق كتافه. اما الاخرين معروف كذلك، الذين نهبوا والذين اليوم يحركون جهات وجهات واشخاص ضد هذه القضيه، قضيه الاصلاح، قضيه محاربه الريع. اي شيء نضنا المأذونيات الجريمات تتقلب العالم، نضنا المقالع كيتقلب العالم، نضنا دفاتر التحملات كيتقلب العالم. تيولي اين كان عنده سلطه ما عندوش، كتولي موظفه كتعرض لرئيس الحكومه بالعلالي وما كتلقاش اللي يردها للمكان ديالها. كتولي اشياء ماشي معقوله. هذا هو اللي وقع في بلادنا. واليوم خاص يتعرف باللي الاصلاح هما ليه مصرين مهما كلف الثمن، لانه ماشي الامور غادي تتعالج بهذه الطريقه هذه وما غينفعش. اللي قال السيد عيدي قال لك الا طول الله العمر ديال هذه الحكومه ولا ديال هذا المجلس حتى هو، الاعمار بيد الله. الاعمار بيد الله. إلا استمرينا غنستمروا في محاربة الفساد، في محاولة الإصلاح. وإن هذا الشيء بكل صراحة الإخوان ماشي سهل. وهذا ما عرفت دابا اش غنسميوهم، بقيتو كتحيدوا لينا المصطلحات، فهمتي ولا لا؟ هاد العفاريت عفاريت حقيقة، حقيقة نعم، وواكلين الغابات. انا ملي كندوز الاخوان كم من مره ملي كندوز من هنايا للرشيديه وتنشوف الغابات ديال الارز، وكنتصل بالمندوب السامي ديال المياه والغابات وتيجي لعندي وتيعطيني تفاصيل، حتى هو تيتقطع بشكل او باخر وتيعبر لي على. ولكن راه هذه اساليب ماشي بهذه السهوله غادي نواجهوا هذا الفساد. مادام اخترنا الاختيار ديال الاستقرار، مادام اخترنا ديال الاختيار ديال الاصلاح في اطار الاستقرار، ولكن بدات الامور تتبدل، بدات الامور تتغير. ما بقاوش حتى الناس كيسكتوا. المواطنين اللي كانوا قبل اليوم كيخافوا من ذوي النفوذ حتى هما ما بقاوش كيسكتوا. كل ساعه كنشوفوا حركه اجتماعيه في مكان معين. اليوم لا بد نفهموا بان كاين منطق جديد تيحكم بلادنا. هذا المنطق تيفرض علينا اليوم باش نمشيو في الاتجاه ديال الصالح العام، نمشيو في الاتجاه ديال مراعاة المواطنين. هذاك المواطن اللي مسكين العادي اللي كاين تما في الاطلس ولا في ولا في البرارك ولا في الاحياء الهامشيه ولا في لي زابارتمون ولا في لي فيلا ديال الانفا، كلهم بحال كلهم عندهم نفس القيمه. ويمكننا نقولوا باللي هذاك ما خداش حقه، يمكن حنا وهذوك الاخرين خدينا حقنا، وخص لابد اليوم نعطيوه الودن ديالنا بعدا يسمعوه اش كيقول. والثانيه خصنا نفكروا فيه بالامكانيات اللي عندنا وبالمعلومات اللي عطانا الله سبحانه وتعالى والتقدم اللي عطانا باش نقربوه. ماشي غنسكنوا المواطنين كلهم في انفا، ولكن باش نقربوه باش يوقع واحد النوع ديال الانسجام في المجتمع ديالنا. ما يمكنش نسمحوا باش يبقى هذا التشتت اللي وقع في المجتمع ديالنا. خاص الامور يتصحح لصالح الوطن، لصالح الاستقرار، لصالح الاشخاص الذين عندهم منافع. لان الهرم الاخوان الا بغى الفوق ديالو يكون عالي خاص التحت ديالو يكون واسع، والا كان التحت ديالو ضيق والفوق ديالو عالي غادي يكون كيميل كل ساعه، وملي غادي يميل واحد النهار غيطيح لا قدر الله